رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، معالي وزير السياحة السيد هشام زعزوع، السادة الوزراء، السفراء، السيدات والسادة الضيوف الكرام، نرحب بكم في حفل إطلاق حملة تسويق السياحة العربية. ضيوفنا الكرام، لا تمر مناسبة أو يأتي موقف إلا ويتم التأكيد على عمق وقوة العلاقات المصرية العربية. الشواهد تقول أن المواطن العربي والأسرة العربية عندما يأتون إلى مصر يشعرون بالألفة والمحبة وبالترحيب الصادق والابتسامة الودودة. بيتهم الثاني مصر. الليلة ندعوكم لمشاركتنا في حفل إطلاق الحملة التسويقية الموجهة لمن هم في غير حاجة إلى دعوة، إلى كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج. النهاردة بنقول مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مصر مسافة السكة، مصر قريبة، وتحيا مصر ويحيا العالم العربي الشقيق. حول هذه الحملة كيف تم الإعداد لها ومن شارك فيها، ندعو الآن السيد هشام زعزوع وزير السياحة ليلقي كلمة الافتتاح، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، السيدات والسادة ضيوف حفلنا الكريم، على مدار أكثر من عام شرعنا في التخطيط والتنفيذ لحملة تسويقية متكاملة تستهدف جذب وتنمية السياحة العربية لمصر. انطلقنا فيها من قناعتنا أولا أن مصر كانت وستظل قيادة وشعبا أقرب بلاد الدنيا إلى قلب كل عربي مكانا وثقافة ولغة وقيما وعادات، وبالتأكيد مستقبل مشترك. ثانيا، إن الأحداث والمواقف والتحديات تثبت كل يوم أن الأشقاء العرب قيادات وشعوب هم الأقرب لنا، بحكم الأخوة التي ستظل مصدرا للقوة. ثالثا، أن الراصد للأحداث الأخيرة يرى توهجا عربيا سياسيا واقتصاديا حميما نحو مصر، تقديرا لدورها في حماية أمن واستقلال هذه المنطقة وصد الأخطار عنها. رابعا، أن السوق العربي كان وسيظل هدفا استراتيجيا وليس تكتيكيا مؤقتا. وترتيبا على ذلك تم إعداد حملة تسويقية متكاملة تخاطب العالم العربي الحبيب عبر كافة وسائل الإعلام والإعلان، من أفلام تلفزيونية وإعلانات صحفية وإعلانات طرق، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل تطبيقاته. حملة تجمع بين المداخل الإقناعية العقلية والعاطفية، كل ذلك تحت مفهوم وشعار محوري اختبرناه فوجد صدى لدى الجميع. شعار حملتنا مصر قريبة. فماذا وجدنا؟ إقبالا فاق التصور من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، يروجون لمصر ويغنون لها دون مقابل على الإطلاق. دعما حكوميا من حكومة مصر بكامل هيئاتها بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. دعما من الإعلام المصري بكل أطيافه وأنماط ملكيته، رسميا كان أو خاصا. دعما من الإعلام العربي بكل قنواته. مبادرات من فريق عمل مصري مبدع متحمس عاشقا لبلده. فتحول الأمر إلى واقع نشهد اليوم لحظة انطلاقه وميلاده من خلال هذا الحفل الرمزي لتدشين هذه الحملة المتكاملة التي سوف تنطلق مع بداية مارس بكثافة وبحسابات مدروسة، نأمل أن تحقق أكبر النتائج التي تعود بالخير على هذا البلد الطيب. من قلبي أقول شكرا يا دولة رئيس مجلس الوزراء
على دعمك ومشاركتك لنا في هذا الحدث الكبير. شكرا لكل نجوم الفن والإبداع في مصر والعالم العربي على تبرعكم لهذا العمل الوطني. شكرا لقواتنا المسلحة على دعمها لهذا الحفل، وشكرا لشرطتنا المصرية التي أمنت هذا الحفل وتؤمن مصر دوما. شكرا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري على مساهمته بنقل هذا الحفل على الهواء على قنواته وعلى كافة القنوات المصرية والعربية. شكرا لفرق العمل المصرية، لمن أبدع الفكرة ومن نفذها بحرفية عالية، ولمن خطط لها وسائله، ولمن نظم وشارك في تنظيم هذا الحفل. شكرا لهيئة المؤتمرات والمعارض على استضافتها لهذا الحفل. وشكرا لرجل سعودي الجنسية مصري الهوى عاشق مصر بصدق، للشيخ صالح كامل، الذي رعى ودعم متطلبات هذا الحفل ماديا وفنيا بمجرد مكالمة تليفونية. شكرا لزملائي أسرة وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والغرف والاتحاد المصري للغرف السياحية. شكرا لكل زملائي الوزراء والسفراء والمحافظون والشخصيات الإعلامية وكل من لبى الدعوة وشاركنا في هذه الأمسية الوطنية. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله سهرة تكون سعيدة. شكرا. الحقيقة احنا هنطلق دلوقتي الأوبريت، لكني يعني في ميكروفون قدام دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، ودايما في كل المراحل اللي احنا كنا بنعد فيها لهذه الحملة كان دايما يقول لي يا هشام الحملة كويسة جدا، بس انا عايز كل ولاد بلدي المصريين يشاركوك ويشاركونا جميعا في نجاح هذه الحملة. فيمكن يكون له كلمة يوجهها لكل مصري في العناية بكل من ضيوفنا اللي بيأتوا إلى مصر بإذن الله. الميكروفون قدام حضرتك يا دولة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني برحب بكم جميعا، برحب بضيوفنا الأعزاء في بلد الأمن والأمان، أرض المحبة والسلام. أهلا بكم. الحقيقة هي حملة، هي مش حملة، هي أنا بس أنتوا وحشتونا قوي، وبالتالي كان فرصة إن شعب مصر كله يقول لإخواته في العالم العربي أهلا وسهلا بكم. فرصة إن برضو أوجه كلمة إلى كل طالب وكل موظف وكل فرد في مصر، إن كل واحد هيجي منكم هيحس فعلا إن أنتم ضيوف أعزاء على قلوبنا، هيلاقي فعلا جو جميل، جو مش هتحسوا بيه إلا في مصر، جو الدفء وجو المحبة وجو الترحيب. وفعلا انتوا وحشتونا ومصر مستنياكم، وكل حاجة في مصر حلوة، مفيش حاجة إلا ما إن شاء الله هتيجوا وهتستمتعوا بيها وهتشوفوا فعلا الابتسامة والأمل على وجه كل طفل وعلى وجه كل سيدة وعلى وجه كل رجل، وهو احنا بنبني بلدنا وبنرحب بضيوفنا وبنقول أهلا وسهلا بيكم. فعلا هتلاقوا إن كل واحد ماسك وردة في ايده وبيقول لكم اهلا وسهلا في بلدكم. وبشكركم على الحضور. بشكر الحقيقة كل من ساهم بهذا الجهد، بس بشكر الفنانين والمخرجين وزملائي في وزارة السياحة وزملائي الوزراء، لان كل واحد من زملائي، كل واحد من الأجهزة التنفيذية في هذه الدولة كان حريص ان يكون مشارك في هذه الدعوة. واهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا مرة تانية وثالثة في بلد الحب والسلام. شكرا. شكرا دولة رئيس مجلس الوزراء. وانا يعني بنتهز فرصة لأدعو احد الجنود اللي شاركوا وبقوة منذ اللحظة الاولى في هذا العمل، الدكتور سامي عبد العزيز، يا ريت يأتي الى المنصة. دكتور سامي، قبل ما نبدأ اطلاق الحملة بالفيلم او الاوبريت. دكتور سامي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادر اتكلم لانه انهي عطاء يقترب او يدنو من عطاء
درع وسيف مصر قواتنا المسلحة. أي عطاء يقترب من الجنود شرطة مصر التي تحمي مصر بصدورها أيضا لا يقترب العطاء. ثالثا أقول نحن بالفعل لسنا أمام مجرد عمل فني، ولكنها حملة متكاملة بمعنى كلمة متكاملة. قبل أن أتحدث عن أبعادها أطمئن دولة رئيس مجلس الوزراء. في اجتماعنا معك في الإعداد طالبت أن يصبح مفهوم السياحة سلوكا على أرض مصر. أطمئنك أن هناك مبادرة مشتركة بين جامعة حلوان ووزارة السياحة في استراتيجية متكاملة لنشر الوعي السياحي. وسوف أقول لك يا سيد المهندس إبراهيم محلب الحبيب، سترى على الشاشة قريبا من يقول لسائق التاكسي بعربيتك النظيفة مصر قريبة، بمنديل تقدمه للراكب مصر قريبة، بصورة جميلة سيب في قلبه ذكرى طيبة عشان تفضل مصر قريبة. فبطمنك أنها في الطريق إلى التنفيذ. أما عن حملة اليوم أقول أنكم مع بداية مارس، وأطالبكم بعد 5 دقائق بعد أن تشاهدوا هذا العرض كل منكم يرفع موبايله ويصور هذا الشعار الموجود. سيجد نفسه بتكنولوجيا غاية في التطور، يستطيع من الQR كود أن يرى هذا العمل الفني، ومن خلال هذا الكود يستطيع أن يدخل إلى كل مواقع مصر الجميلة. من هذا الكود يستطيع أن يرى كل نجوم مصر الذين شاركوا في هذا الحمل. وهذه التكنولوجيا تطبق لأول مرة في الشرق الأوسط في حملة تقوم بها الحكومة المصرية. فأطمئن سيادتك، سوف تراها في شوارع الأمة العربية، سوف تراها في صحف الشعوب العربية، سوف تراها على أرصفة الشعوب العربية وفي مطارات الشعوب العربية. ومن هنا أقول إن كنا اليوم نشهد المرحلة الأولى من هذه الحملة، أطالب صناع السياحة في بلدي وأطالب رجال الأعمال في بلدي المحبين بحق لهذا البلد أن يساندوا الموجة الثانية دولة الرئيس من هذه الحملة، لكي تكون هذه الحملة من الألف للياء، من الألف للياء، تبرعا من كل المشاركين فيها. فمصر تستحق الكثير، لأن مصر من كل قلب هي بالفعل قريبة. أشكركم وآسف للإطالة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور سامي. هذا العمل حضراتكم أخذ أكتر من سنة الإعداد ليه. دكتور سامي واحد من الناس اللي اشتغل بقوة فيه، وكل فريق العمل وكله تبرع مجرد فقط تكاليف إنتاج هذا الأوبريت. الفنانين كلهم اللي شاركوا لم يأخذوا أجر واحد في هذا العمل الرائع. حتى هذه الحفل الرمزي زي ما ذكرت يعني تبرع كريم من الشيخ صالح كامل، عشان كده احنا حييناه. فهو عمل وطني خالص تم الحمد لله بشكل احترافي على اعلى مستوى. ان شاء الله تجدوا يعني في نقلة جديدة في اسلوب الترويج المصري للسياحة المصرية وبالذات في المنطقة العربية. انا بطلب احنا اللحظة دي نتفرج على الاوبريت اولا. شاركونا في اطلاق الاوبريت. اتفضلوا. مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحيطان. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت
فيها النوم، تقابل ناس بالمحبة تزيد الشوق يدوم. في مصر تقول نتصبح الكل عليك حبيبي يا غالي، لسان الناس بالكلام الحلو ينقط سكر حالي. كل شي فيها طيب، فيها حاضر فيها طيب، فيها يتلاقوا الأحبة وبين قلوب الناس تطيب. نهار وليل مصري صاحية تفارق فيها النوم. كنت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، كنت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة. سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام، سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام. بلاد الخير شيلة ضيوفها فوق الراس، يا مرحب بين قدمكم واجدع ناس. تعال اقعد نور اكل واحد شاف، ولازم تشرب كلمة بنكتة، احنا بين 10 خلاص. أبدأ منين العشق مين عن هواها يستغنى، وبالقليل توصف كرامها كأنها الجنة. جمع الحبايب والجيران ما فيهاش غريب عني. اسهر يا ليل غني يا عين قسم وسلطني. مصر قريبة وهواها جواها الغريب، ما بالك وانت الغريب اخويا وصاحبي. أمان وسلام ما نعرف خصام، طريق المحبة دليل في مصر تشوف تاريخ. حكاوي الزمان وقاعدة في قرب النيل، تنسيك هموم الدنيا تصف القلوب وتروح. صديقة وحبيبة وصدقة وأجمل كيان وروح. شوف نفس الملامح والوجود، العظم يحضر ويتوب، والعين ما تقدر تفرق أبدا ما بين عرب وأخوه. أمان وسلام ما نعرف خصام، طريق المحبة دليل. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. ألف ضحكة بتناديك قريبة وفرحانة بيك. في مصر كل الوشوش تعرفها، مصر قريبة. ضيوفنا الكرام، بنتقدم بكل الشكر والتقدير لكل الفنانين والقائمين على هذا الأوبريت الجميل. ولكن ضيوفنا الكرام، هل يقف الأمر عند إنتاج هذا العمل الفني الوطني الجميل؟ هذا السؤال بالتأكيد سوف يجاوب عليه معالي وزير السياحة الأستاذ هشام زعزوع، فليتفضل سيادته.
يعني زي ما انتم شايفين في العاب ناريه فاير ووركس بره بمناسبه بدايه اطلاق الحمله اليوم. في اكتر من 18 قناه بتاخد الفيد بتاع اطلاق الحمله من اتحاد الاذاعه والتلفزيون، من التلفزيون المصري. فاللحظه ديت بتشاهد في كل الدول العربيه او اغلب القنوات الرئيسيه العربيه والخاصه المصريه الفضائيه. انا سعيد بالاطلاق ده لان في جهد كبير جدا بذل فيه، في دراسه متكامله لاطلاقها. اللي انتوا حضرتك شفتوه من الاوبريت طبعا مدته اكتر من 4 دقائق، في الاعلانات التلفزيونيه ما بناخدش المده دي، فبيتقطع الفيلم دي الى اجزاء وبنبدا نطلعه بطرق مختلفه في التلفزيونات العربيه. ايضا مش عارف ممكن يجيبوه على الشاشه في الباركود نفسه بتاع الحمله. حضراتكم دلوقتي لو حطيتوا الموبايل على الشاشه هيحمل الباركود ده وتطلع لكم الاوبريت بالكامل وكل التطبيقات اللي بتتعمل عليها. ان شاء الله الفنانين اللي شاركوا وعدونا ان هم هيساعدونا في الحملات اللي منتظر اطلاقها خلال الاسابيع القادمه في الدول العربيه. هيبقى في قوافل بالاشتراك مع مصر للطيران. ده الشعار اللي شايفينه على الجنب ده الباركود، لو الموبايل يقدر يجيبه هتحملوا الاوبريت بالكامل عليه. طبعا ان شاء الله هو ايضا موجود حاليا بدءا من بكره دكتور سامي اظن في كل حلقات التواصل الاجتماعي. في حمله كبيره جدا بتطلق، البريميوم بتاعها او يعني الجزء الرئيسي بتاعها ان شاء الله يكون 1 مارس الاسبوع القادم. في كله احنا بدأنا من الان، هتلاقوها على شبكة الانترنت وحلقات التواصل الاجتماعي اليوتيوب وكل الوسائل التكنولوجية الحديثة. هنستخدم جزء كبير جدا من الاوبريت دوت في ملصقات هتتحط في الطرق الرئيسية اللي هي اكثر كثافة في مدننا العربية، وايضا في المولات التجارية هيبقى موجودة. هيبقى في بروشورات مستلهمة، فكرة البروشور من الأوبرات بالمناظر ديت بوجوه ووشوش الفنانين العرب والمصريين اللي شاركوا. كل ده بيتم في حملة متسقة بمواعيد معينة متتابعة على مدار الأسابيع والشهور القادمة. احنا ما رضيناش نستنى لغاية بدايات الصيف كالعادة كان بيتم، لكن بنبدأ من الآن. والهدف الحقيقة هو أن نجعل من مصر إن شاء الله وجهة السياحة الأولى للسائح العربي لعام 2015 والأعوام التالية. أحب أقول لحضراتكم أنه العام الماضي زارنا من الدول العربية 1.6 مليون سائح، ده بيمثله تقريبا 16%. المستهدف أن احنا نعدي ل20% هذا العام وننطلق منه إلى آفاق أكتر، باعتبار أن السياحة العربية تعتبر ركن استراتيجي كما قلت وليس تكتيكي في صناعة السياحة المصرية إن شاء الله. بشكركم لحسن الاستماع. اتفضلي حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لمعالي وزير السياحة السيد هشام زعزوع. والآن سيادتنا وضيوفنا الكرام مع لحظة التكريم. بنتقدم بكل الشكر والتقدير والامتنان لكل الفنانين المصريين والعرب المشاركين في هذا الأوبريت الفني الوطني الجميل اللي احنا استمتعنا به. بنتقدم أيضا بكل الشكر لكل القائمين على هذا العمل الفني الجميل. ندعو معالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للصعود لخشبة المسرح لتكريم السادة المشاركين في هذا العمل. السيدات والسادة الضيوف الكرام، نظرا لضيق الوقت وظروف السفر والعمل والظروف الخاصة لكل من الفنانين المشاركين في هذا الأوبريت مصر قريبة، فقد أناب الفنانين بعض من زملائهم الفنانين الآخرين لتسلم هذا التكريم نيابة عنهم. فندعو الآن إلى خشبة المسرح الفنان محمد هنيدي.
الفنان يوسف الشريف. الفنان لطفي لبيب. الفنان شريف منير، وحضرت نيابة عنه زوجته الفاضلة. مرة تانية بنتقدم لكل الشكر لكل الفنانين المصريين والعرب المشاركين معانا كمان قائمة المكرمين من القائمين على الأوبرات عن الحملة الإعلانية الأستاذ زكي عبد الحميد، منتج العمل الفني معتز ثابت وأحمد الجنايني، الإشراف العام والإنتاج الأستاذ تامر مرتضى، الإخراج للأستاذ تامر مهدي، رؤية خبير الإعلام الدكتور سامي عبد العزيز، وأخيرا وليس آخرا الفنان عمرو يوسف الذي استطاع أن يشاركنا الحضور بالرغم من التكدس المروري. والآن مع صورة تذكارية مع معالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، معالي وزير السياحة الأستاذ هشام زعزوع، وكل أو مجموعة من القائمين على هذا الأوبرات مصر قريبة. شكرا معالي رئيس الوزراء، معالي وزير السياحة الدكتور سامي عبد العزيز، الفنانين المشاركين معنا في هذا العمل، ضيوفنا الكرام. الآن ندعوكم إلى لحظات نعيش فيها مع الفن الراقي الذي يرتقي بالروح والوجدان. هنستمع مع حضراتكم إلى فاصل غنائي بيقدموا مجموعة من نجوم دار الأوبرا المصرية، هيقدموا لنا مجموعة من الأغنيات الجميلة. معانا عفاف رضا هتقدم عن العشاق، أحمد عفت اسبقني يا قلبي، ريم كمال إن كنت ناسي، أمجد العطافي جانا الهوى، غادة آدم مصر التي في خاطري، وفي النهاية غناء جماعي للمجموعة يا أغلى اسم في الوجود، ذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو سليم سحاب. بنشكر حضراتكم لتواجدكم معنا النهاردة. مصر قريبة، وتحيا مصر ويحيا العالم العربي الشقيق.
اخويا وصاحبي وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت وسط أهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلقى جوه ديارنا عيد، يلقى سعد الشدة ايد. سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام، سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام. نهار وليل مصر الصحية تبارك فينا النوم، تقابل ناس بالمحبة تزيد الشوق يدوم. في مصر تقول ميت صباح الفل عليك حبيبي يا غالي، لسان الناس بالكلام الحلو ينقض سكر حالي. كل شي فيها طيب، فيها حاضر فيها طيب، فيها يتلاقوا الأحبة وبين قلوب الناس تطيب. نهار وليل مصري صحية تبارك فيها النوم. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام، سلمى يا سلام رحنا وجينا بالسلام. بلاد الخير وشينا ضيوفها فوق الراس، يا مرحب بين قد القوم واجدع ناس. تعال اقعد نور هات له واحد شاي، ولازم تشرب كلمة بنكتة، ده احنا بين عشرة خلاص. أبدأ منين بالعشق مين عن هواها يستغنى، وبالقليل توصف كرامها كأنها الجنة. جمع الحبايب والجيران ما فيهاش غريب عني، اسهر يا ليل غني يا عين قسم وسلطني. مصر قريبة وهواك يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب اخويا وصاحب مكان. أمان وسلام ما نعرف خصام، طريق المحبة دليل بمصر تشوف تاريخ. حكاوي الزمان وقاعدة في قرب النيل، تنسيك هموم الدنيا تصفي القلوب وتروح. صديقة وحبيبة وصدقة وأجمل كيان وروح. شوف نفس الملامح والوجوه، العظم يحتار ويتوب، والعين ما تقدر تفرق أبدا ما بين عربي وأخوه. أمان وسلام ما نعرف خصام، طريق المحبة قليل. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. ألف ضحكة بتناديك قريبة وفرحانة بيك. في مصر كل الوشوش تعرفها، مصر قريبة.
مرة تانية بنرحب بحضراتكم معانا، وأنا أسف على هذا التأخير اللا إرادي، ولكن نظرا لتأخر المايسترو سليم سحاب التحدث المروري اليوم في قاهرة المعز.
اسبقني يا قلبي اسبقني عالجنة الحلوة اسبقني اسبقني يا قلبي اسبقني عالجنة الحلوة اسبقني اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني هوام الحقني الحقني هوام الحقني عالجنة الحلوة اسبقني على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان اهو جالك يوم ترتاح على اجمل بر امان وعيون زي الافراح تسقيك الشهد حنان نصبح غنوة للعاشقين ما نخليش ولا قلب حزين نصبح غنوة للعاشقين ما نخليش ولا قلب حزين ياللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير ياللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني هوام الحقني الحقني هوام الحقني عالجنة الحلوة اسبقني يلا يا قلبي يا أسعد قلب نملى الدنيا حب في حب يلا يا قلبي يا أسعد قلب نملى الدنيا حب في حب يلا نقوم وننام في غرام ونفسر كل الأحلام يلا يا قلبي يا أسعد قلب نملى الدنيا حب في حب يلا يا قلبي يا أسعد قلب نملى الدنيا حب في حب يلا نقوم وننام في غرام ونفسر كل الأحلام نصبح غنوة للعاشقين ما نخليش ولا قلب حزين نصبح غنوة للعاشقين ما نخليش ولا قلب حزين ياللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير ياللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني هوام الحقني الحقني هوام الحقني عالجنة الحلوة اسبقني
يا ما كان غرامي بيسهرك وكان معاني بيحيرك، يا ما كان غرامي بيسهرك وكان معاني بيحيرك، وإن كنت ناسي أتقدم منكم بالأسف الشديد لتأخري، وذلك للأسف لوعكة صحية ألمت بي مفاجئة مما اضطرني لأخذ علاج سريع، وزاد الطين بلة الزحمة في الشوارع، فأنا آسف جدا وأهلا وسهلا بكم. شبكنا في الهوى ورمش الأسمراني، شبكنا في الهوى رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي يابا يابا، ده حبيبي يابا يابا، يابا يابا شغل بالي، واللي شبكنا يخلصنا، رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. رميني في بحر عليك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين، يا رميني في بحر عليك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين، على جرح جديد ولا التمهيد
ولا على الفرح موديني. انا بسأل ليه محتار كده ليه، بكرة الايام حتوريني. خلينا كده على طول ماشيين، ما رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي يابا يابا، ده حبيبي يابا يابا، يابا يابا شغل بالي. رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا. رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا. اللي شبكنا يخلصنا. عدينا يا شوق عدينا، على بر الهوى رسينا. عدينا يا شوق عدينا، على بر الهوى رسينا. ده انا عمري معاك وهوايا هواك، عدينا يا شوق عدينا. عدينا يا شوق عدينا، على بر الهوى رسينا. عدينا يا شوق عدينا، على بر الهوى رسينا. يا انا عمري معاك وهوايا هواك، عدينا يا شوق عدينا. زوق يا نسيم خطوينا خطوينا، زوق يا نسيم خطوينا خطوينا. ويا نجوم السما ضمينا، وخدينا بعيد وحدينا. يا نجوم السما ضمينا، وخدينا بعيد وحدينا. خلينا كده على طول ماشيين، ما رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. ده حبيبي يابا يابا، ده حبيبي يابا يابا، يابا يابا شغل بالي. رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا. رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا. اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا.
أحبها من كل روحي ودمي، مصر التي في خاطري وفي فمي. أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها. حبي لها بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم، من عمرنا وجهدنا، من عمرنا وجهدنا. لا تبخلوا بمائها على ضمي، وأطعموا من خيرها كل فمي. لا تبخلوا بمائها على ضمي، وأطعموا من خيرها كل فمي. أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. أحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل. دعا إلى حق الحياة لكل من في أرضها، وطار في وجه الطغاة مناديا لحقها. دعا إلى حق الحياة لكل من في أرضها، وطار في وجه الطغاة مناديا بحقها. وقال في تاريخه المجيد: يا دولة الظلم امحي وبيدي، يا دولة الظلم امحي وبيدي، يا دولة الظلم امحي وبيدي. بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم، من قوتنا ورزقنا، من قوتنا ورزقنا. صونوا حماها وانصروا
اسم في الوجود، يا مصر اسم مخلوق للقلوب، يا مصر نعيش في مصر ونموت في مصر، مصر مصر تحيا مصر أغلى اسم في الوجود، يا مصر اسم مخلوق للقلوب، يا مصر أغلى اسم في الوجود، يا مصر اسم مخلوق للقلوب، يا مصر نعيش في مصر ونموت في مصر، مصر مصر تحيا مصر. يفوت عليك المحل ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. يفوت عليك المحل ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. مهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر أغلى اسم في الوجود، يا مصر اسم مخلوق للقلوب، يا مصر أغلى اسم في الوجود، يا مصر اسم مخلوق للقلوب، يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا انت هلال الجميلة، حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. انت هلال الجميلة، حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. مهما كان وكل خطوة بمصر، ومهما كان وكل خطوة بمصر.